القائد الأصيل لا يسمع للوشاة في أصحابه. القائد الحازم حليفه النصر. القائد يجب أن يستخدم المرونة في بعض المواقف الطارئة. القائد يجب أن لا يتخذ قرار بدون مشاورة التقاة من حوله. القائد صاحب الهمة العالية يمكن في الأرض. القائد يجب أن يهتم بالتدريب والتطوير لمرؤوسيه ليكون في أهبة الاستعداد. القائد يجب أن يخلو مع نفسه لبعض الوقت. القائد المتميز يوثق له التاريخ وأفعاله أكثر من أقواله.